والراقي المتمكن والراقي اللي كيحارب الشياطين راه يحارب، راه هادو تا ما عندهم جيش. اجي تشوف الناس كيفاش كيعانيو. راه حنا كنتألموا، وكان بعض الحالات اللي كنبكيو، كيعاني من جنون، من كثير من الناس انتحروا، كثير من الناس ماتوا. ولا كان الانسان ما كيصلي، ما كيدير اذكار، ما كيدير ما عندوش ورد يومي، فراه كيدخل الشيطان كيدير ما بغى. لان نلقى بحال الدار خريبه، دار خريبه كيعمروها الشياطين. هكذا الانسان اذا كان خريب. ومعمر الساحر يا اخواني معمر السحر يبطلوا الساحر. واش تعرفوا شنو هو الساحر؟ الساحر هو انه يكفر بالله عز وجل ويشرك بالله سبحانه وتعالى. اعزكم الله، يبول على القرآن عدو الله المجرم، يدخلوا الى المراحل باش هذه باش يخدم مع الجن او الشياطين. لا بد من عمل لهم طقوس شيطانيه، وهذه الطقوس الشيطانيه منها يكتب القرآن بدم الحيض، ويكتبوا بدم، ويدخلوا المرحاض ويحطوا، او هو يبقى بجنابه، او يشعل الشموع في المراحيض، في المرحاض، في الخلاء. وكل ما هذا الساحر كفر كل ما كيولي اقوى ساحر، كل ما دار لهم الطقوس اللي بغاو. ونقول لكم اسرار من الاسرار. انا طلع لي شيطان مال، وكان انا كناخذ عندهم خبره وتجربه وكنسولهم. تيقول لك انا احنا الشياطين والله ما نعطيك معلومه ولا نعطيك الا تخدم معايا، تطوعني عاد نخدمك. يكذب عليك كذاب، يقول لك الساحر او اي واحد يخدم مع الشيطان الا لو كان ساحر او مشرك. اما انسان يستعمل الراقي يستعمل الشيطان فهذا لا يجوز شرعا. ما كاينش، ما ثابتش في السنه بتاتا باش يخدم. وما عمر الشيطان يخدمك، ما عمر الشيطان يعطيك شي حاجه. الشيطان الا هو عدو البشريه، وما يقدرش يخدمك الجني، وما يقدرش يخدم الشيطان. هذا كذب. حذاري من هذه المسائل هذه. الله يجزيكم بخير. لابد الانسان شوف، الحمد لله دابا كاين تنوير، كاين علماء، كاين علم. ما نبقاوش من هذا السؤال، هذا الشيء يطرح كل مره يطرح على واش هذا كيفاش انا نلقى راقي روحاني او نوراني، فهذا كذب. هو يستعمل شياطين وكيعطوه الاسرار، ويعطوه ياخذ من القارئ ويعطيه اسم ديالك، ويعطيه غيطرى لك واش نازل عليك داكشي اللي قديم، وانت كتسمع الكلام تقول هذا لا يعلم الغيب الا الله عز وجل. لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. هاد الناس يقولوا بعد هذا خطف الجن او هذا كذب. ما انا 25 عام دابا 26 عام وزيد في المجال، فما كاين لا خطف الجن والو. كاين قتل الجن وحرق الجن بالرقيه الشرعيه. اذا رفض الخروج، اول شيء هو كندعيه الاسلام. هذا كتقول له اتق الله واخرج، هذا ظلم. تبغي انت اللي يدخل لك الجسم ديالك، تبغي يدخل لك الزوجه ديالك، تبغي يدخل لك بنتك، تيقول لك لا. كيفاش دخلتي لهاد السيده كتعذبها ولا هاد السيد كتعذبه؟ اذا رفض وجحد ثم كنمشيو للهدايه، عاد نمشيو للحرق والقتل باذن الله. وكثير من الجن الحمد لله من الشياطين بفضل الله عز وجل، هذه بفضل الله، انا سبب مات باذن الله، قتل. وهذا الحمد لله عندنا ادله ديالو، وطلعوا ماتوا شياطين بالرقيه الشرعيه، بالقران، بكلام الله سبحانه وتعالى. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله عز وجل. لان كلام الله ما كاينش اللي غادي يوقف امامه باذن الله. غير الاذان كيخاف منه الشيطان، يطرد الشيطان. فبالرقيه الشرعيه ما كاين لا خطف ولا كاين الحرق والقتل. بالبرنامج العلاجي لا رفض الخروج ورفض البعد على هذا الساحر، لانه يسمى خادم السحر. ياتي مع الساحر خادم السحر وحارس السحر. وهو جا خدا غراوه، يا ما عطاوه مال يا ما عطاوه شيء. لابد كيجي هو ما غيجيش هكا كيخدم بمقابل. او لا ما بغاش كياخذ كيقدر يسجنوا ليه ولادو او الزوجه ديالو باش يخدم هذا، ولا ما عطاش ولا ما هذا كيقدر يقتلوه. علاش بعض المرات تلقاو تيرفض الخروج، الشيطان يرفض الخروج من الانس. بعض المرات كيرفض الخروج لان كيخاف يقتلوه، لان كاين مرضى اقوى منه، مرضى كبار الجن من الشياطين والجن، مرضى اذا خرج وما نفذش لهم الطلب يقدر يقتلوه. هنا اش كنقولوا ليه؟ كنقول له يا اما سلم ولا خرج وهرب، سير لمكه ولا سير شي مجامع وعبد الله عز وجل
وخرج بحالاتك، لان هذا راه غادي انا تبقى هنا غادي نحرقك انا وغادي ناذيك. هذا الشيطان اللي كيدخل ولا هذا الجن علاش كيمشي داك السيد؟ ها هنا احبابي الكرام، هنا من كيتصاوب لك السحر من هذا الحاقد او هذا الحاسد، يا اما المقربين الله يهديهم ولا هذا باش ينتقم، كيمشي على الساحر كيقول له اش كيطلب ليه الساحر؟ كيطلب له اثر، او كيطلب له السميه، او كيطلب له الصويره، او الشعر، او العرق، باش كيمشي هذا الشيطان لابد من هذا الاثر. هذا الاثر باش كيمشي به الشيطان عندك الشخص يدخل ليه، فملي كيرسلو انت والزهر ديالك. الا مشى عند ساحر قوي ومتمكن وعطاه مال كثير وتفاهم على مال كثير وقال له هذا السيد بغيتو الدمار الله يحفظ نسال الله العافيه، هو بامر الله عز وجل، فكيجي لي الدمار او كيجي لي الموت او كيجي لي الجنون او كيجي لي الانتحار. وكثير من الحالات والله يطلعوا جن، طلع شيطان عندي انا وتكلم معايا قال لي انا شحال واحد قتلته، شحال واحد دفعته انتحر، والله العظيم راسه ما سولته ما والو، تكلم حقدا انا شحال واحد قتلته، دخلت جسده قتلته انتحر وخرجت عاد مشيت خدمت على واحد اخر، والله العظيم هذا كاين. وعندي حالات، كانت عندي السيده ناعسه في السبيطار ديال الرازي ديال الامراض العقليه، باش كنبلغ واحد رساله للاطباء الاجلاء باش يفرقوا، باش حيت انا بعض الاطباء كيصيفطوا لنا الناس ملي كيحيروا كيديروا تشخيص والتحاليل والراديوات والسكانرات وما كينفعش معاهم العلاج بالادويه الطبيه، كيبقى تيتخبط. وكاين بعض الاطباء الاجلاء اللي عندهم درايه وعندهم خبره وعندهم تجربه طلعوا على هذا الميدان تيقول له دي سير ديال الرقيه الشرعيه. عدد من الناس جاوا عندي الحمد لله من عند الاطباء قالوا سير ديال الرقيه الشرعيه، راه ما عندكش انت العضوي. هنا اللي بغينا احنا الحمد لله بغينا نوصلوا لهذه النتيجه ديال التعاون. هنا شنو الهدف منا؟ هو الناس يبراو نكملوا بعضياتنا بعض، هذا هو الهدف من اذا خصنا هذا المريض هذا الطبيب الله يجازيكم بخير راه عندك الاجر مع الله سبحانه وتعالى. اذا انت ملي كدرس له الى عنده تعرف شي راقي متمكن، راقي عنده خبره وعنده تجربه وكيشكروه الناس، نصيفط له لهذا السيد هذا يدير ليه تشخيص واش عنده سحر ولا عنده عين ولا عنده مس، باش يبرا بالقران. كاين حاجه كتعالج بالقران، كاين حاجه بالادويه بالعلاجات الطبيه، والحاجه اللي كتعالج حاجه بالاعشاب والحاجه بالزيوت. اذا هذا هو اذا هنا ملي كيجي هذا كيدخل، اذا انت والزهر ديالك الى هذا الساحر صيفط هذا شيطان قوي، الى بقدره الله عز وجل قدر الله يحميك، الا باذن الله عز وجل الى ابتلاء راه تقدر تبتلى. ولا كنت انت الا كان هذا الشخص وهذه السيده وهذا من الذاكرين او من العابدين او من المصلين فراه كيكون السحر خفيف. ولا كان الانسان ما كيصلي ما كيدير اذكار ما كيدير ما عندوش ورد يومي، فراه كيدخل الشيطان كيدير ما بغى. لان نلقى بحال الدار خريبه، دار خريبه كيعمروها الشياطين. هكذا الانسان اذا كان خارب ما عنده اذكار ما عنده بسم الله، ما يدخل الباب ما يقولش بسم الله، خروج من البيت، دخول الخلاء ما كاينش اداب دخول الخلاء، ما كاينش اداب المرآة، اداب الجماع مع الزوجه، شاركهم في الاموال فهنا خاص الانسان لابد يكون عنده، احنا مسلمين فلا بد يكون عنده درايه وعلم ويكون حافظ على الصلوات ديالو الخمس والاذكار الصباح واذكار المساء والمعوذتين باش يكون محمي. حتى لا قدر الله اداه شي ساحر او اداه او شي حاقد وهذا بغى يأذيه ولا بكذا، فكيجي داكشي خفيف او ما يقدرش يدخل لك انت والقوه الايمان ديالك. بالنسبه للقرين هو هذا ابتلاء الله عز وجل، اي حتى الرسول كان عنده قرين، الا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعانني الله عز وجل فقد اسلم، الا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسلم. اما القرين هو شيطان يوسوس لهذا الفرد وهو كيداه ضعيف. فهنا القرين كيكون عنده واحد الدور كيقدر يعاون داك الشيطان ديال السحر او العين، كيساعده كيعطيه التقرير كيعطيه الحاله ديالو ديال داك السيد والشخصيه ديالو واسرار ديالو. هذا هو باش كيلعب الدور ديال القرين اللي كيلعب مع الساحر او مع داك الشيطان اللي جا دخل، كيعطيه التقرير ديال داك الشخص كيعطيه الشخصيه ديالو. هنا باش الانسان اللي كان قوي بالايمان وقوي بالتقوى وقوي راه ما كيصوروا ليه والو. اما القرين هو الله عز وجل دا ابتلاء باش كيوسوس. هنا كيبقى الانسان على حساب ملي كيعرف ملي كيكون عنده درايه وعلم
فكيتغلب على القريب، ما تيخليش يسيروا كما بغا ويوسوس ليه كما بغا ويتقلوا على الصلاه ويتقلوا على العباده. هذا ابتلاء. وكنوجد واحد رساله ديالي للمرضى اللي مرضى ماشي مرض عضوي. احبابي الكرام، اخواني اخواتي، انا تكلمت بحرقه وتكلمت بهذه الطريقه باش نوصل واحد الرساله ديالي نبيله. اخواني مرض بالمس والشيطان والسحر اللي معمول لهم وملوا من الرقيه او يأسوا من الرقات، فما تيأسوش من رحمه الله عز وجل. دقوا الابواب، فلا بد نهار يبغي الله العلاج. بحثوا على رقات، على معالجين عندهم خبره وتبعوا معهم علاج برنامج باش ما تبقاوش تعانيوا في صحتكم وتعانيوا بالاكتئاب والعزله. كاينه الاخت اللي مسكينه بلا زواج، عندها عقد على الزواج، عندها العاشق. كاينه الاخت اللي كتعاني من امراض في الجسد ديالها وكتشرب ادويه مزمنه. كاين الاخ اللي ما كينعش، كاين الاخ اللي عنده الم راس شديد مزمن. فلا بد كاين العلاج احبابي الكرام، لا بد بحثوا ما تيأسوش وما نجمعوش الرقات في سله واحده. كاينين رقات الحمد لله اللي تيخدموا من قلبهم والحمد لله عندهم خبره وتنعرفوهم، وكاين الرقات اللي ماديين، وكاين الرقات اللي تطفلوا على هذا الميدان ما لقاو ما يديروا، مشاو لهذا الجانب هذا لقاو سهل. راه حنا كنعذروا الناس اللي كيتكلموا وكيعايروا وكينزلوا على هذه الرقات، لان هاد الناس رانا كنحاربهم. هذه رسالتي. لا مشيتوا عند راقي وما دارش معكم برنامج علاجي متكامل ما ديروش عنده الرقيه. اذا دار لكم رقيه فيها قسمين 5 دقائق ولا دار لكم رقيه جماعه، راه غايه جائزه الرقيه جماعه ما عمرك تستافد من الرقيه. هنا الناس اكثر من الاخوات كيمشيو رقيه جماعه وتيقول انا ما بغيتش. راه علاش؟ لان خص كل شخص عنده رقيه خاصه به ويعتني به ويكون برنامج علاجي. وهاد الناس اللي عندهم مراكز اللي كتشوفهم عندهم الجقله، اللي عندهم الزحام وعندهم كثره الناس، راه ماشي انا ضدهم لا، ما واش بالله عليك لا عنده 50 امراه ولا 30 امراه كي غيدير غيعالجهم ويقرا عليهم ساعات المكانه، كل واحد ساعه المكانه، واخا يكون عنده واخا يكون عنده رقيه مسجله، لا ياخذ 5 الحالات 6 الحالات يعتني بهم وكل يوم 5 4 باش يكون العلاج التام باذن الله عز وجل. بالنسبه الحمد لله انا مركز ريحانه العلاج، انا المدير ديالو والمسير ديالو. كنت الحمد لله فتحت عده مراكز في الرباط بالتقدم، وعلمنا شابات وشباب في الحجامه وكونا رقات الحمد لله. فالمركز ريحانه للعلاج بالرقيه الشرعيه والوصفات العلاجيه مفتوح الحمد لله. وزورونا الحمد لله في سلا، انا موجود في مدينه سلا، زورونا شوفوا الحمد لله. وانا كندعيكم ماشي تجيو باش تخلصوا ولا باش جيو تشوفوا، جيو جربوا الرقيه، اجيو شوفوا الرقيه ديالنا الحمد لله، شوفوا طريقه التشخيص، طريقه العلاج، طريقه العنايه، طريقه باذن الله عز وجل. مرحبا بكم معنا الحمد لله عندنا في مركز ريحانه، وان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.